يا اهلا بيكم حلقه جديده، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الاسره الكريمه وعلى المسلمين اجمعين، وعلى الراجل اللي تحت وعلى الراجل اللي فوق، والناس اللي بتتفرج والناس اللي مش بتتفرج والناس اللي مشتركه والناس اللي مش مشتركه والناس اللي عملت لايك والناس اللي مش عامله لايك. رمضان كريم علينا كلنا. حلقه النهارده بقى حلقه كده خفيفه، حلوه بمناسبه رمضان كده. رمضان ما بحبش الكلام الكتير عشان الناس بقى ايه معظمها، لا اما هتتفرج على الحلقه وانت صايم، لا اما هتتفرج عليها وانت لسه فاطر. في الحالتين الناس ما بتبقاش فايقه، فبنعمل حلقه خفيفه كده ايه، فانتازيا. فحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفضل تشكيلة في تاريخ الأهلي. فيها شوية كورة كده، شوية بقى إيه، مين اللعيب ده وأنا بحب اللعيب ده ليه، شوية كلام حلو كامل اللي أنتوا بتحبوه. هنا بقى قبل ما نبتدي كده بعد إذنك تنزل تعملها لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا عشان أقول لك التشكيلة المثالية أو التاريخية للنادي الأهلي. بص عشان نتفق كده، بس قبل ما نحط أي قبل ما نحط أي لعيب، عشان الناس تيجي تقعد تقول لي في لعيب كذا ولعيب الفلاني يعني أنا هقول لك ناس انا حضرتها، او مش شرط ناس انا حضرتها، يعني الناس اللي في ناس انا هقولها في التشكيله انا ما حضرتهاش، بس تاريخها وبطولاتها بتتكلم عنها. ففي لعيبه ممكن يكون فنيا انت ممكن يكون مش مقتنع بيهم قوي، بس اللعيبه دي عملت تاريخ فما تقدرش ما تحطهاش. وفي لعيبه كتير من الجيل الحالي هتكون موجوده في التشكيله دي، لان انا مقتنع ان الجيل الحالي ده من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الاهلي من حيث البطولات. يعني انت لو شفت البطولات كده فتحت كده الاجيال كلها وشفت هتلاقي الجيل الحالي بتاع الاهلي هتلاقيه اكتر جيل محقق بطولات. فمن الطبيعه من البديهي اللي انا لازم احط لك اكتر من لعيب في الجيل ده. اولهم هو مركز حراسة المرمى اللي من وجهة نظري محمد الشناوي. ناس كتير ممكن تقعد تقول لي بقى ايه محمد الشناوي مين وبتاع وايده ورجل وما بيعرفش يصد وفي ناس كتير احسن منه. اقول لك مفيش حد احسن من الشناوي كتاريخ وارقام مع الاهلي. مفيش هات لي جون واخد 4 ابطال افريقيا، هات لي جون واخد عدد 3 كاس عالم الانديه برونزيه كاس عالم الانديه 3 مرات، مشارك في كل البطولات ومشارك في كل الانجازات اللي الاهلي محققها في الجيل ده. هات لي جون عملها. عصام الحضري ما عملش حاجه مع الاهلي، عشان بس الناس تقول عصام الحضري ما عملش حاجه مع الاهلي. ما عملش تقريبا ما خدش غير بطوله افريقيا اللي هي 2006 دي تقريبا بس. ما عملش حاجه. عصام الحضري 2007 ما كانش موجود، فعصام الحضري ما لحقش يعمل حاجه مع الاهلي. ثابت البطل، احمد شوبير، الناس دي كلها عمالقه ونجوم كبار، بس ارقامهم وبطولاتهم ما تجيش حاجه جنب الشناوي. فانا بوجهه نظري الحارس التاريخي للنادي الاهلي محمد الشناوي. ابتديها بقى من اليمين للشمال، يمين اليمين احمد فتحي. يعني احمد فتحي ممكن يكون ناس كتير مش مقتنعه على فنياته، ناس كتير ممكن تقول لي في باكات رايت احسن منه، في لعيبه احرف منه، بس كارقام واستمراريه وتاريخ احمد فتحي طبعا واحد من اعظم او افضل، وكمان ممكن نحطه في تشكيله مثاليه لمنتخب مصر كمان. يعني هو وابراهيم حسن بالنسبه لي هما الاثنين، فانا بفضل احمد فتحي. طبعا ابراهيم حسن برضه ما عملش حاجه مع الاهلي، فاحمد فتحي طبعا من حيث البطولات والانجازات والاستمراريه طبعا احمد فتحي افضل باك رايت جه في تاريخ الاهلي بدون شك وبدون كلام. سنتر باك ناحيه اليمين طبعا من غير ما نتكلم وائل جمعه. رايح الكلام كده بقى، واحد قاعد بقى يقول لي ده ما كانش بيعرف يلعب، ما كانش بيعرف يطلع بالكوره، ما كانش بيعرف يعمل بيلد اب وسيلد اب و... وائل جمعه احسن مدافع جه في تاريخ الاهلي. ايه في الموضوع؟ بطولات، انجازات، بطولات مع المنتخب، استمراريه، نجاحات، تاثير، كل حاجه. يعني وائل جمعه مفيش حاجه ما عملهاش. هات لي حاجه وائل جمعه ما عملهاش. الراجل ده عمل كل حاجه ومسيره لعيب كوره كما ينبغي. التزام، احترام، تدريب عالي، قوه بدنيه، كل حاجه مطلوبه من لعيب الكوره وائل جمعه كان بينفذها وبيأديها. فلما تيجي تتكلم وتيجي تدي حق الناس ما تقعدش تقول لي ده ما كانش بيعرف يلعب وما بيعرفش يعمل بيلد اب وما بيعرفش يعمل حاجات غريبه. لا اديله حق. يعني انت سبت كل الايجابيات اللي فيها الجمعه ومسك لي في نقطه اللي هو طب ما هو اصلا بص افهمك بس على حاجه عشان نقطه البيلد اب دي طلعت علينا جديده. البيلد اب في اي مكان في العالم بيبقى فيه مدافع قوي وكرة وقوي وبيعرف ومساك قوي ومساك رخم، بس في نفس الوقت ما بيكونش بيعرف يلعب كوره قوي، واللي جنبه بيكون كمدافع ومساك اقل منه شويه بس كورته عاليه، كورته كويسه، بيعرف يطلع بالكوره لقدام. فده الميكس اللي لازم يكون موجود في اي فرقه اصلا. فهو الجمعه كان هو القوه واللي جنبه هو العضلات. ففي منتخب مصر كان في ناس كتير جنبه، وفي الاهلي كان في ناس كتير جنبه. فعشان كده اللعيب اللي هيجي جنبه من وجهه نظر اللي انا هقول عليه دلوقتي هو هاني رمزي. هاني رمزي يا جماعه اللي ما اتفرجش على هاني رمزي، انا ما اتفرجتش عليه وما حضرتوش بصراحه. يعني انا ما حضرتوش، بس انا اتفرجت له على فيديوهات. الراجل ده الراجل ده كان بيلعب، هو مبدئيا هاني رمزي كان بيلعب ليبرو ولعب سنتر باك ولعب ديفندر ولعب في كل حته في الملعب.
بس هو لاعب سنتر باك ولاعب ليبرو، فانا هحطه جنب وائل جمعه. هو انا هحط جنب وائل جمعه لسبب، لان الجزئيه اللي قلت لك وائل جمعه كورته مش احسن حاجه، هو وائل جمعه مساك قوي. الناحيه الثانيه رمزي كوره عاليه قوي، ممكن يكون مساك مش اقوى مش قوي زي وائل جمعه، فهو الميكس ده بالنسبه لي اقوى ميكس ممكن تعمله. الباك ليفت بقى طبعا وانت مغمض كده، هو انا مغمض، هو علي معلول. ما فيهاش كلام يا جماعه، مش هنهزر، علي معلول اقفل الكلام على كده ضبه ومفتاح. علي معلول الراجل ده ارقام، استمراريه، تاثير، معدي اي حد بفرق كبير كمان. يعني معدي اي حد، يعني ده تقريبا اكتر لعيب في خطوط الفرقه كلها في الاهلي كله، معدي الجيل اللي قبليه بفرق كبير. يعني علي معلول الجيل اللي قبليه مثلا سيد معوض، هو ارقامه معديه سيد معوض بكتير قوي، بكتير يعني. سيد معوض ما جابش غير جونين مع الاهلي، علي معلول جاب 53 جون او 56. علي معلول جاب حاجه 50 جون مع الاهلي. فعلي معلول ده واحد ضامن وحاطط رجله من غير كلام. بص الملعب بصراحه هو فيه ثلاثه، بس انا هختار منهم اثنين. الثلاثه لازم اقولهم عشان اديهم حقهم، بس انا هختار اثنين لان انا هلعب بطريقه 4 2 3 1. فهقول لك الثلاثه واشيل منهم واحد: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية. الثلاثه دول من حيث الارقام ومن حيث البطولات ومن حيث كل حاجه، الثلاثه دول افضل ثلاثه جم للاهلي. حسام عاشور هو تقريبا الراجل اللي اكتر واحد خد بطولات في تاريخ الاهلي، حاجه زي كده يعني تقريبا، او تاني واحد. فطبعا حسام عاشور راجل بيلعب من 2006 ل 2019 بيلعب اساسي، يعني من 2006 قبل 2006 كان 2004 ل 2019 حسام عاشور كان في الاهلي بيلعب اساسي. فبصراحه حسام عاشور لازم يعني بص بقى معترف بكورته، كورته قليله، كورته كبيره، كورته وحشه. الراجل ده اكتر من 15 سنه اساسي في الاهلي، بطولاته وانجازاته وارقامه وكل حاجه عملها مع الاهلي، فلازم تقول حسام عاشور. وحسام غالي ده احرف لعيب جه. انا يعني بالنسبه لي انا بره مع الاهلي، ده احسن لعيب جه في تاريخ مصر بالنسبه لي انا. ايه في الموضوع، حسام غالي بالنسبه لي انا احرف وامتع لعيب انا شفته في حياتي في مصر. اللعيب جمع بين حاجتين صعبين قوي، هي القوه الدفاعيه العاليه والمهاره العاليه جدا والكره الهجوميه العاليه جدا. فدول حاجتين صعبين جدا مش موجودين في اي حد. فطبعا حسام غالي جنبه. وفي التالت بقى اللي هو عمرو السولية. عمرو السولية برضو كارقام، هو بالنسبه لي الجيل ده هو الشناوي وعمرو السولية وعلي معلول. الثلاثه دول هم الثلاثه دول اللي الجيل ده هيتقال باسمه، احنا بنقول جيل ابو تريكه وبركات والجمعه. فالجيل ده هو جيل الشناوي والسولية او علي معلول. فالسولية واحد من افضل اللعيبه اللي جم في افضل جيل للاهلي من حيث البطولات. فانت لازم تيجي تتكلم مش تحط عمرو السولية. فانا مش هحطه بصراحه، يعني عمرو السولية عشان تاريخ حسام عاشور وحسام غالي اعلى منه شويه. وانا هلعب بطريقه 4 2 3 1، بس انا لو كنت هلعب بثلاثه في نص الملعب كان الثالث طبعا عمرو السولية. فانا قلت اسمه اللي انا عايز اديله حقه بس. لكن الاثنين اللي هيكونوا موجودين هم حسام عاشور وحسام غالي. قدام بقى الحرافيش، الحرفنه كلها والمهاره والكوره بقى والكلام الحلو بقى، الشوكه والسكين. عندك الكابتن طبعا رقم 10، طبعا من غير ما نتكلم، يعني مش ما فيهاش كلام، طبعا امير سعيد. ايه ده بس يا صاحبي، كده رقم 10 ابو تريكه. ابو تريكه طبعا ده يعني وانت مغمض كده ما فيش كلام، ابو تريكه. او يعني مش هنتكلم عليه كتير، مش هقعد اقول لك ابو تريكه. ابو تريكه رقم 10 في الاهلي، ابو تريكه. ونخش على اللعب اللي بعديه. وينج رايت بيتراوح ما بين حسين الشحات ومحمد بركات. ناس كتير برضه تستغرب من المقارنه دي، تقول لي انت بتجيب حسين الشحات لمحمد بركات. اقول لك شوف تاريخ الاثنين وشوف ارقام الاثنين وشوف بطولات الاثنين وشوف استمراريه الاثنين، هتلاقي حسين الشحات اعلى من بركات. ده كده حاجه عايز اقولها لك. بس بصراحه فرق الكواليتي ما بينهم ما يسمحليش ان انا احط حسين الشحات على بركات. يعني بركات كان حاجه في الكوره اعلى من حسين الشحات بكتير يا جماعه. حسين الشحات واحد برضه من افضل اللعيبه اللي جت في افضل جيل للاهلي من وجهه نظري. وحسين الشحات عامل تاريخ كبير مع الاهلي، وحسين الشحات واخد بطولات كتير مع الاهلي، وحسين الشحات ارقامه الفرديه كبيره جدا مع الاهلي. حسين الشحات هو الهداف التاريخي الاهلي في كاس العالم للانديه، فده رقم جامد جدا، ده رقم هيتذكر هيفضل مذكور باسم حسين الشحات فتره حلوين يعني. بس طبعا محمد بركات ككواليتي لعيب وكحرفنه كمهاره ما ينفعش ما تحطوش. يعني هتقعد بقى والله لو محمد صلاح كان بيلعب في الأهلي كنت هحط لك بركات برضه، هو بركات يا جماعه.
فهنا هنستثني الارقام شويه وهنحط محمد بركات. الناحيه التانيه انا ده واحد انا ما حضرتوش ما اتفرجتش عليه، بس انا شفت له فيديوهات كتير. هو اجمد لعيب واللعيب الفريد الوحيد في الجيل اللي هو كان بيلعب في الجيل اللي هو مش عارف سبعينات ثمانينات تسعينات تقريبا، طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد ما اتفرجتش عليه، بس لما اتفرجت له على فيديوهات غير طبيعي. يعني تحس اللي هو كان بيلعب في الجيل ده غلط. يعني هو مارادونا النيل فعلا. تحس اللي هو يعني الجيل ده لما بتتفرج عليه بتلاقي بقى ايه الشرابات العاليه واللعيبه اللي هي بتقعد تجري كده، تحس اللي في حاجه غلط. يعني تحس انت بتتفرج تحس ان اللعيبه تحس بتتفرج على ماتش بلاي ستيشن قديم. طاهر ابو زيد لو اتفرجت عليه هتستمتع، تحس ان انت بتتفرج على لعيب يعني يعني انت عارف، تحس اللي هو مش لا الراجل ده مش كورته قديمه، الراجل ده كورته حديثه معانا. طاهر ابو زيد يا جماعه كان غير طبيعي، غير طبيعي. ده كان مارادونا النيل فعلا. انا اي حد في الجيل اللي هو زي حالاتي خش اتفرج على طاهر ابو زيد، اعمل زي كده واكتب طاهر ابو زيد على اليوتيوب واتفرج على طاهر ابو زيد كان بيعمل إيه في الكوره. طاهر ابو زيد يا جماعه لازم طبعا تحطه في التشكيله المثاليه للاهلي من غير كلام. فيرود بقى طبعا من غير ما نتكلم، هو اسطورتنا ورئيسنا كابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب يا جماعه برضو انا برضو ما اتفرجتش عليه، بس هو وطاهر ابو زيد لما اتفرجت عليهم هما الاثنين دول كانوا انا اجمد اتنين جم في الجيل بتاع الاهلي اللي هو كان الجيل القديم ده. جيل الزمن الجميل ده هم افضل اتنين انا شفتهم بيلعبوا كوره اصلا في مصر. انا اتفرجت على حسن شحاته، اتفرجت على فاروق جعفر، واتفرجت على اكتر من لعيب في الجيل ده. اللعيبه اللي كانت قويه جدا في الجيل ده يعني. بس الاتنين فعلا اللي كانوا مختلفين، والاتنين فعلا اللي كانوا بيعملوا في الكوره حاجات مش طبيعيه هو طاهر ابو زيد والخطيب. هما الاتنين دول اللي يعني كانوا تحس ان هم فعلا كانوا بيلعبوا كرة دلوقتي، كرة حديثة، مش بيلعبوا كرة زمان. فطبعا كابتن محمود الخطيب هو الفيرود في التشكيلة المثالية للنادي الاهلي. وبس كده يا صديقي، بكده اكون خلصت لك التشكيلة المثالية للنادي الاهلي من وجهة نظري، وبرضه من وجهة نظر التاريخ والارقام شوية. فاستنى رايك في الكومنتات تقول لي اذا كنت متفق معايا في الرأي ولا مش متفق. ولو عندك لعيب تاني في الكومنتات يدخل في التشكيلة قول لي عليه في الكومنتات. وبس كده يا صديقي، فلو انت لسه مكمل معايا لغاية دلوقتي استأذنك بقى كده تنزل تعمل لايك رايق وسبسكرايب خفيف. وشكرا لوقتك.